عزيز عليكم الخبز ديال الشعير وتيجيكم قاصح. اليوم ان شاء الله جبت لكم الوصفه باش نصدق معكم الخبز ديال الشعير وفي نفس الوقت نستمتعوا لكم بالاعشاب. يلا معايا باش نوريكم الخبز كيف جانا والطريقه ان شاء الله. يلا معنا. ها انتم البنات شو تيجي رطيطب وفي نفس الوقت عطيه منه ديك الريحه ديال هذوك الاعشاب اللي دايره فيه، وبخصوص في هذا البرد هذا في الصباح عطي مع كويس ديال اتاي وزويته بلديه. يا سلام. يلا زيدوا البنات باش نمشيو نشوفوا المقادير بالضبط شنو اللي درت والسر ديالو تاج رطيطب. كما تشوفوا البنات هما المقادير اللي عندنا، غادي نقولهم لكم واحد بواحد. بالنسبه لي اول حاجه عندي نص كيلو ديال السميده اللي حتى هي صحيه، عندي نص كيلو ديال الدقيق ديال الشعير راه متواجد انا شريته من عند اقبال، عندي معلقه كبيره ديال العسل، عندي معلقه كبيره ديال الكمون اللي حبوب، ومعلقه كبيره ديال الزعتر، ومعلقه كبيره ديال الفليو. ما عرفتش شنو تقولوا ليه نتوما في البلاد عندكم، وماذا فليو باش نعمروا اتاي، تخليطه ديال اتاي، ومعلقه كبيره ديال الزيت البلديه، والملحه على حسب نتوما شحال ديال الدقيق درتو. وبالنسبه للخميره عندي معلقه كبيره ديال الخميره. غادي نمشيو غادي نديروا السميده، غادي نزيدوا عليها الشعير. انا خدمته في الترموميكس وما تخدموا كما تتعجنوا عادي. غادي نزيد عليهم كاع هذاك المقادير اللي عندي، الفليو معلقه كبيره ديال الفليو، الكمون معلقه كبيره ديال الكمون، الزيت البلديه تتخليه تيجي رطيطب حتى هو، تتلعب دور كبير حتى هي الزيت البلديه باش يجي رطب. والعسل معلقه كبيره ديال العسل. تقدروا نتوما ديروا السكر، انا درت العسل هو انه تيخلي لنا الخبز ديال الشعير تيولي احمر من الفوق، والملحه والخميره. المهم العسل تيخلي لحقاش عارفين انهم ديال الشعير صعيب باش غادي يحمر لكم من الفوق. صافي. بالنسبه للماء انا درت جبانيه اونص، نتوما على حساب نتوما الدقيق ديالكم واش يشرب ولا تيبقى عادي. صافي انا راه عجنتها، غادي نمشي غادي نكونهم. بالنسبه وتنخلي في العجينه، بالنسبه للعجينه خليوها شويه جاريه، ما تخلوهاش قاصحه، خليوها جاريه. وبالنسبه ليا انا شديت ندير شويه ديال الماء في يديا باش ما تلصق لياش العجينه في يدي، تنحاول انها باش ما تلصقش ليا. سينو ديروا الزيت نتوما الا بغيتو ديروها. صافي. وعدي انا البلبوله ديال الشعير، صافي تندورها فيهم هكايا هاد، ومشيت تنكملهم كاملين، غادي نبقى عليهم كاملين حتى تنكملهم. وعاد ديك الساعه غادي نقرصهم شويه شويه. كنحاول انني ندخل ليها البلبوله ديال الشعير مزيان، هي راه تدخل لحقاش العجينه شويه جاريه راه بالزربه تدخل. غير نتوما حاولوا انكم ديروا فيها معلقه ديال الزيت البلديه وديروا فيها العسل باش يحمر لكم من الفوق. وخلاص العجينه تكون جاريه، راه العجينه تتبغي ديما الخبز تيبغي العجينه تكون جاريه. وبالنسبه للدكراس ما تقرصوش بزاف، تطرقوه خليوه شويه غليظ باش ما يجيكمش صام. يوصل فيها الخبز ديالنا من بعد ما طاب، هذا راه باقي سخون، غادي ناكلوا مع الزويته بلديه ديال البلاد. ما شاء الله، لا عرفتي خبيزات جواعرين يستحقوا التجربه ان شاء الله.